السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده جايه لكم بفيديو جديد ويوم جديد، اتمنى يعجبكم وتقولوا لي ايه رأيكم فيه. اول حاجة هنا انا كنت بحضر معاكم الغدا، عاملة النهارده مكرونة بالوايت صوص بطريقة اقتصادية جدا يعني وفي متناول الجميع وتحفة وجميلة جدا. اتمنى تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم. اول حاجة هنا كان معايا قطعة من البانيه، قطعته شرائح كده صغيرة وحطيت عليه ملح وفلفل اسود وبهارات فراخ وقلبتهم كويس جدا مع بعض. طبعا اول حاجه توحشتوني، انا بقالي كام يوم كده مقصره معاكم الصراحه، كنت محتاسه في الشقه بتاعتي خالص. هقول لكم كده كمان شويه كنت محتاسه ليه، هتشوفوا معايا. هنا بقى كنت بسلق المكرونه، حطيت ملح وزيت. لما الميه غلت حطيت عليها كيس مكرونه اقلام وقلبتها كويس جدا. وهنا بقى معايا بصلايه صغيره متقطعه، ومعايا فلفل، معايا فلفله كده خضرة في احمر، هي ملونة الصراحة مع نفسها. يعني طبعا انت لو عندك فلفل الوان استعملي، او ممكن اخضر بس عادي. احنا النهاردة عاملين وصفتنا اقتصادية، فانا استغلت الفلفلة اللي عندي دي حمرة في خضرة فحلوة فاستغلتها كده. اول حاجة بقى حطيت سمنة وزيت ونزلت عليها البصلة، مش عايزاها تاخد لون، هو بس يا دوب تدبل، يعني تدبل، ويعني ممكن تكون داخلة على الصفار بسيط جدا. ونزلت عليها الفلفل وقلبت كويس. برضو انا مش هسوي الفلفل قوي، هو يا دوب تشويحه كده مع البصل. وقلبت كله كده مع بعضه كويس جدا. وهنقل بقى البصل والفلفل في طبق على جنب. انا هنا بقى نقلت الفلفل والبصل على جنب عشان هنزل الشاورما، انا بحب احط الشاورما لوحدها برضو عشان ما تنزلش ميه. فحطيت الشاورما يعني مطرح البصل والفلفل عادي. دلوقتي هنزل عليهم البصل والفلفل، وشوحت الشاورما كويس جدا لحد كده ما اخدت لون كده، اخدت صدمه من كل الجهات. بجد وصفة النهاردة سهلة جدا 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 وطعمها تحفة، بجد جربوها وهتدعولي والله مش هتندموا، يعني طعمها تحفة جدا. وحطيت عليها شوية بهارات من كيس ال11 بهار، ده بيبقى حلو قوي الصراحة. كيس ال11 بهار بيبقى فيه كل البهارات. حطيت كده شوية وقلبتهم ووطيت النار شوية وتسيبها بقى تستوي. معايا هنا حله بقى عشان اعمل بشاميل، شويه زيت مع زبده. طبعا الزبده دي انا كنت عاملاها معاكم. اللي ما شافش الفيديو الزبده فايته كتير، هسيب لكم اللينك بتاعه. يبقى انا نزلت الزبده والزيت ونزلت عليهم ب3 معالق دقيق وقعدت اقلب كويس جدا لحد كده ما احس ان ريحه الدقيق طلعت كده، وحسيت ان الدقيق اصفر شويه. بعد كده بقى هنزل عليهم 3 كوبايات لبن. يبقى تلات معالق دقيق اخدوا 3 كوبايات لبن، لكل معلقه دقيق كوبايه لبن. يعني عشان احنا عايزين البشاميل يكون خفيف شويه، مش عايزاه تقيل. هو المكرونه وايت صوص بتبقى البشاميل بتاعها خفيف شويه عشان تبقى جوسي كده وجميله. وقلبته كويس. طبعا اللبن بيتحط بالتدريج عشان ما يكلكعش معاكي، لازم يتحط بالتدريج. وبعد كده حطيت بقى ملح وفلفل اسود، يعني اللي تحبيه. لو كمان عندك فلفل ابيض بدل الاسود بيبقى احسن. ولو عايزه تحطي جوز الطيب وبابريكا حطي. بس انا ما حبيتش، انا حبيت بس احط فلفل وملح وخلاص. وقلبت كده وقعدت اقلب لحد ما احس ان القوام بقى يعني ولا تقيل ولا خفيف قوي، يا دوب كده متوسط عشان يبقى حلو. زي ما انتوا شايفين اخد كده قوام حلو، هو ده القوام اللي انا عايزاه. في طريقه التقديم بقى ليكي طريقتين، انا عملت الطريقتين معاكي، اختاري اللي تحبيه. ممكن بقى تاخدي شويه مكرونه وتحطيهم في طبق كده، وهحط فوقيه البشاميل. يبقى انا حطيت المكرونه وحطيت البشاميل وقلبت كويس عشان تبقى المكرونه جوسي كده وجميله. وبعد ما حطيت بقى البشاميل حطيت فوقيها الشاورما اللي احنا عملناها مع بعض وقلبت كله كويس مع بعضه. زي ما انتوا شايفين قلبت كله مع بعضه وجبت طبق بقى وحطيت فيه. دي طريقه يعني بتبقى حلوه قوي برضو الطريقه دي، وبتبقى المكرونه جوسي وشاربه من البشاميل اللي كويس وبتبقى طعمها حلو قوي. ولو مش حابه بقى تعمليها كده ويبقى كله مختلط في بعضه، ممكن تعمليها طبقات. بصوا بجد تحفه تحفه، بجد جربوها والله طعمها تحفه جدا. طريقه تانية بقى ممكن تعمليها طبقات. انا حطيت في الطبق شويه مكرونه كده، وهحط فوق المكرونه البشاميل. تمام زي ما قلت لكم، حطيت المكرونه هحط بقى فوقيها البشاميل. بجد يا جماعه والله طبق تحفه واتمنى تجربوه، طعمه حلو قوي. يبقى انا حطيت المكرونه وحطيت فوقيها البشاميل، وهحط بقى فوقيها الشاورما. يعني دي طريقه ودي طريقه، اللي تحبيه اعمليها. يعني بجد سهله قوي، بجد اكله النهارده سهله وبسيطه، ما خدتش معايا وقت. ده كان غدانا النهارده.
اخش بقى ايه على الحوسه اللي انا كنت فيها في شقتي النهارده. زي ما انتم شايفين الشقه كانت عندي غرقانه، مطبخ وحمام، وكانت الميه كمان طالعه في الصاله. كانت بجد بمعنى الكلمه كان الشقه غرقانه، وبقى وقعدت بقى اشيل الميه بالشرشوبه واعصر في الجردل وكده، يعني كان موال. وكمان بقى ايه سبت الدنيا يوم ورحت عند والدتي، ربنا يا رب يبارك لي فيها ويديها الصحه والعافيه يا رب. وكان جوزي بقى جاب السباك وظبط لي الدنيا وعمل الصفايه وكده. كانت الدنيا الصراحه متبهدله خالص. حبيت اشارك معاكم، يعني بشارك معاكم احداث يومي. فبعد بقى ما خلصت الغدا وكده دخلت بقى على المطبخ. الصراحه زي ما انتم شايفين ما كنتش بعرف اغسل مواعين عشان كانت الدنيا غرقانه قوي. وكمان رحت عند ماما يعني. ده بقى المواعين اللي طلعت معايا من الغدا. صراحه استعملت حاجات كتير قوي. فزي حبيت بقى اشارك معاكم اليوم وغسلت معاكم كده المواعين. طبعا ما ننساش نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، ونستغفر كتير ونتحوكل كتير. طبعا النهارده هتكلم معاكم عن المحروم. طبعا المعنى بيختلف في الدنيا. زي مثلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة عن المفلس. معروف ان المفلس اللي محوش فلوس او عنده اي حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم وضح ان المفلس ده اللي بيجي يوم القيامة معاه ملايين من الحسنات، ولكن يجي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، وجاب في سيرة الناس وشتم فلان وخد حق فلان وضرب فلان. كل الناس دي ليها حق عنده يوم القيامة. ياخدوا حقهم منه حسنات. خلص حسناته يشيل بقى عنهم سيئاتهم. بياخد سيئات من عندهم ويخش بيها في النار. هو ده المفلس. طيب ايه بقى المحروم؟ المحروم برضو هي الحكاية. مش المحروم اللي معهوش فلوس ولا أولاد ولا معهوش بيوت ولا معهوش شغلانة كويسة أو معهوش حاجة. لا، المحروم هو اللي بيبقى عارف مثلا ان الوقت بتاع صلاة الضحى ما بين الفجر للظهر أكتر من 6 ساعات، ما يصليش فيهم ركعتين اتنين حتى. بس وهو عارف ان الركعتين دول بس ب 360 صدقة، وهي صلاة الأوابين. زي ما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اللي يبقى عارف الليل كله ما يقرب من 10 ساعات، من بعد العشاء لبعد الفجر 10 ساعات، ما يعرفش ان ممكن تصلي بس ركعة واحدة، ما تاخدش 3 دقايق علشان يبقى من القائمين الليل، ويقيم الليل ويصلي صلاة الوتر حتى لو ركعة واحدة، ويكتب ممن قاموا الليل في هذه الليلة. المحروم اللي يبقى عارف ان اليوم كله 24 ساعة، وعارف ان ربع جزء من القرآن الكريم آلاف مؤلفة من الحسنات، وما يبقاش هاجر للقرآن الكريم، ما ياخدش منه 5 دقايق، ربع جزء بس، ومع ذلك ما يجيش ناحية المصحف خالص. المحروم اللي يبقى عارف ان بس يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب اليه مما طلعت عليه الشمس. زي ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: احب الي مما طلعت عليه الشمس، خير من الدنيا وما فيها. 4 كلمات بس، ما بتاخدش 3 ثواني بالظبط واقل كمان، وما يقولهمش ولا مرة واحدة حتى في اليوم الواحد. المحروم اللي يبقى عارف ان سورة الاخلاص قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن، يعني لو قالها 3 مرات كأنه قرأ القرآن كامل، ومع ذلك ما بيقرأهاش ولا مرة واحدة. المحروم ان يبقى عارف لسانه ده مش هيتعب من الكلام، ومع ذلك بعيدا تماما عن ذكر الله، وذكر الله مش ملازم لسانه ولا ملازمه ابدا. هو ده المحروم. والمقياس هتعرفه، وهتعرف ان فعلا كنت انت محروم، وهتعرف ان انت خسارة يوم القيامة. ولذلك انتهز فرصة ان انت موجود او بتشوف الكلام ده او بتسمعه، ولا تترك الحاجات دي ابدا، وما تبقاش من المحرومين. ربنا ما يجعلنا واياكم من المحرومين يا رب العالمين. حبيت اقول لكم الكلام ده، بجد كلام حلو قوي. وكده بقى نرجع للروتين بتاعنا. زي ما انتوا شفتوا انا غسلت المواعين كويس جدا، وكمان غسلت الرخامات غسلتها كويس جدا. وهنا كمان دخلت على البوتاجاز غسلته. طبعا انا واخده بقى المطبخ تنظيفه حلوه كده، عشان زي ما قلت لكم كان متبهدل. والسجاده برضو اخدتها وغسلتها وسايباها بقى تتنشر عشان تنشف. يعني انا خلصت المطبخ وما فرشتهاش عشان لسه يعني ما نشفتش. واخدت بقى المطبخ كده غسيل بقى ومسح بقى وكده، فظبطته الصراحه. وهنا بقى كنت غسلت البوتاجاز وبشيل الصابون كده بالفوطه. البوتاجاز نادف الصراحه وبقى حلو. طبعا بقى لو وصلتوا معايا لحد هنا متنسينيش في اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلك مني كل فيديو جديد بنزله. ولو على الفيسبوك ما تنسينيش في اللايك والشير مع اصحابك. واتمنى كده تكون فيديوهاتي بتعجبكم وتكون بتحفزكم وتشجعكم كده معايا. انا صراحة بحب بقى اتشجع معاكم واقوم كده اصور معاكم.
يعني عشان لو اي حد كسلان يعني وكده يقوم يتشجع معايا. انا بقى الصراحه بحب اقوم اظبط اي حاجه في الشقه عشان لو كسلانه بتشجع يعني. وانا بقى كنت خلصت البوتاجاز وزي ما انتم شايفين بقى زي الفل وجميل. ندخل بقى على الارض. حطيت ميه ومسحتها كويس جدا بالمساحه. نزلت كل الميه كده في الصفايه. فخليت الدنيا كده نضيفه وبقت حلوه وجبت برضو من تحت البوتاجاز وكده يعني مسحت الارض كويس جدا. وبقت تلمع كده زي ما انتم شايفين وبقت جميله. اتمنى كده روتيني يعجبكم واكون كده بنتشجع مع بعض. وطبعا ده الشكل النهائي احلى لحظه بالنسبه لي. انا بحب الشكل النهائي ده قوي وبتبقى احلى لحظه بالنسبه لي في الفيديو كمان اقول لكم ان ده الشكل النهائي. بحس كده ان انا انجزت كتير. ودي بقى المواعين حطاها على الفوطه تتصفى ولما تتصفى هرجعها بقى مكانهم في الدولاب تاني. وطبعا انتم متابعيني طبعا اكيد فكنتوا عارفين ان البوتاجاز كان تحت الشباك. انا نقلته بقى وجبته هنا. قولوا لي ايه رايكم؟ حلو التغيير ده يعني جنب التلاجة بس سايبه مسافه ما بينه وما بين التلاجة وحاسه كمان ان المطبخ واسع. قولوا لي برضو في الكومنتات ايه رايكم. يعني بصوا بجيب لكم هو كان تحت الشباك جبته كده. انا حاسه الصراحه المطبخ وسع وبقى حلو. ايه رايكم؟ قولوا لي ما تنسونيش تقولوا لي ايه رايكم. وده كان شكل المطبخ النهائي ونضف وبقى جميل ورشيته بقى بمعطر وبقى ريحته حلوه. اتمنى فيديو النهارده يعجبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس يوصلك مني كل فيديو جديد. مع السلامه. القاكم في فيديو جديد. مع السلامه.